ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد، فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا: الحيض عند النتاج. علامات الحيض عند النتاج. ازاي اعرف ان الكلبه بتاعتي حاضت؟ في ناس كتير جدا ما تعرفش يعني ايه البيريود بالنسبه للنتايات، او يعني ايه الحيض، او اجوز ازاي. كل ده هنتكلم عنه النهارده في الفيديو ده. لو انت اول مره تشوفني، انا ابو مصطفى صاحب الكلاب، قناه تدريب وعلاج الكلاب. يا ريت تشترك فيها زر الجرس، يا ريت ندوس لايك عشان الناس كلها تستفاد. ويلا نكمل الفيديو، ما تفوتش. شاطرة سوسكا شاطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليكم، تحياتي الناس اللي مش معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وربات الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد فيديو جديد. شاطرة سوسكا شاطرة شاطرة سوسكا شاطرة 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 تعالي يلا تعالي. شاطرة. النهارده يا جماعه هنتكلم عن موضوع، بس بقى خلاص، بس. النهارده يا جماعه هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع الحيض عند النتايج. علامات الحيض عند النتايات. موضوع مهم جدا. بس بقى يا سوسكا خلاص عيب. موضوع مهم جدا يا جماعه، الحيض عند النتايات. ازاي تعرف ان النتايه بتاعتك حيضه؟ ايه علامه الحيض؟ كل الكلام ده هنتكلم عنه. ركز معايا. النهارده معانا سوسكا. في قبل كده على ما بين الحيضه وبعضها والكلام ده، وقلنا ما بين الحيضه وبعضها الكلبه اتجوزت. بس بقى يا سوسكا عيب. ثابت، اقعدي ثابت. قلنا يا جماعه ما بين الحيض وبعضه في حاله التزاوج وحاله الرضاعه يبقى 6 شهور. في حاله التزاوج والحمل ما رضعتش ب4 شهور. في حاله التزاوج والحمل كاذب يبقى 4 شهور برضه، بقى استعيل. في عدم التزاوج ما بين معاك من 2 ل4 شهور، دي بتبقى حاله. وبتبقى حاله استثنائيه فرديه ما بين 2 ل6 شهور، زي الحاله بتاعت سوسكا كده. سوسكا يا جماعه بتحيض ما بين الحيضه وبعضها، حتى لو اتجوزت بتبقى 6 شهور، حتى لو ما اتجوزتش بتبقى برضه 6 شهور. تمام. تعالى النهارده يا جماعه نشوف بقى علامات الحيض عند النتايج. تعالى يا سوسكا، انا شاطر. بس طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. علامات الحيض عند النتايج بيبقى المهبل منتفخ اهو، ويبقى فيه دم. الكاميرا توضح كده، واضح اهو. ده بيبقى دم، تمام زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. والمهبل منتفخ، بص منتفخ حتى ما تعرف اهو. الشفتين منتفخين، الشفتين دول اللي هو العلامه اللي هو بتاع المهبل اهو، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. وتلاقي دم اهو. ده لسه ده ايه، خلاص بيبتدي يقرب للوردي، او بيبتدي يقرب للفاتح، تمام. وبيبتدي يعني بتبتدي تنظف اهو. ده في اليوم الكام؟ حوالي مثلا اليوم الخامس او السادس للكلبه دي. تمام كده يا جماعه. كده عرفتوا الحيض اهو، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. ده الحيض. طيب هنجوز امتى؟ هنعمل لك فيديو بعلامات تزاوج الكلاب وقت ما نيجي نجوز، ونعرفك برضه. ثابت، عادي ثابت، جود بوي ثابت. تمام كده يا جماعه. يبقى انتوا شفتوا علامات الحيض عند الكلبه او عند الكلاب النتايات. هو ده الحيض. طيب في حيض بيبقى زي ما احنا قلنا قبل كده، حيض صامت. حيض صامت بتنزل 2-3 دم وتقوم قطعه. في الحاله دي معاك حاجتين: لا تستنى عليها اسبوع، هتجرب بقى معاها. لا تستنى عليها اسبوع او 10 ايام بكتيره، ودي النتايه تحيض الحيض الطبيعي. تمام؟ ده لو حيض صامت، لو انت شفت النتايه بتاعتك ان قاطت نقطتين دم وما ايه وقطع التاني، يبقى استنى عليها من اسبوع ل10 ايام. يبقى ده اسمه حيض صامت. يبقى استنى عليها من اسبوع ل10 ايام، وهتحيض معاك حيض طبيعي. طب ما حاضتش معاك حيض طبيعي من اسبوع ل10 ايام، والمهبل بتاعها نزل خس تاني او فضه تاني، الورم تحس ان هو كان وارم ونزل فضه تاني. طب هتستنى معاها لماكسيمم خالص زي ما احنا قلنا من اسبوع ل10 ايام، وهتكمل معاها 20 يوم تاني. لو ما حاضتش في خلال الشهر، يبقى الكلبه دي بتحيض حيض صامت. بمعنى يبقى انت هتستنى الحيضه الجايه وهتشوفها. لو عملت معاك نفس الكره وحاضت معاك 2-3 وقطعت،
يبقى الكلبه دي بتحيد حيض صامت. طب هنعمل ايه يا ابو مصطفى في الموضوع ده؟ نتجوزها ازاي؟ ده بيبقى موضوع شويه ادويه شويه، وفي نفس الوقت هي بطبيعتها بتبقى حيض صامت، يعني حيض مع نفسها كده. الموضوع ده يا جماعه بيبقى حاجتين، طبي بيتدخل طبي، او اللي انت بقى بتعتمد على الحيض الصامت وبتروح، واول ما هي بتحيض من اليوم الاولاني بتروح انت تعمل لها تحليل بروجسترون، بيطلع لك نتيجه التحليل اللي هي هتحيض في اليوم الكام، ويتبع معاها بقى كل شويه تحليل اثناء فتره الحيض الصامت، ومنها الدكتور هيقول لك اللي هي على نسبه التحليل اللي انت هتجوز في اليوم الكام. دي ملهاش حل الا حاجتين دول. طبي هتتعب معاها شويه طبي اللي هو يجيب لها شويه ادويه، او بحيث انها تحيض طبيعي، او اللي هي تتعب انت برضو معاها شويه نتيجه تحليل بروجسترون كل شويه، كل يوم انت هتقعد تعمل تحاليل بحيث اللي هو يطلع لك النتيجه في الاخر كويسه، وانت يحدد لك اليوم التحليل يحدد لك اليوم اللي انت متجوز فيه. انما الحيض الطبيعي في انتهاءات بتحيض حيض طبيعي خالص زي ما احنا قلنا لما بيجي لك بيريود بتحيض. في انتهاءات بتحيض 8 ايام وتتجوز، في انتهاءات بتحيض 9 ايام وتتجوز، في انتهاءات بتحيض من 10 ايام 11 يوم 12 يوم متجوز، وفي انتهاءات بتحيض لمده 20 يوم وتنظف وتجوز. 20 يوم وتنظف وتجوز. انا معايا الكلبه ريتا بتنظف، معايا كيار اللي هي البلاك الرويال بلاك بتنظف بعد 16 يوم. 16 يوم وتنظف وتبتدي تتجوز. معايا الكلبه ريتا بتنظف بعد 14 او بعد 16 17 يوم وتبتدي تنظف وتتجوز. يعني مفيش حاجه اسمها اليوم التاسع واليوم العاشر، وهنعرفك ان شاء الله بامر الله في فيديو مخصص علامات تزاوج الكلاب. احنا النهارده بنتكلم على علامات الحيض عند الكلاب. تمام كده يا جماعه؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم. تحياتي للجميع، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.